ايه التقنيات اللي مركز دكتور محمد محمود بيقدمها؟ انت ايه التقنيه اللي بتتخيل بيها ومش عايزها؟ حلو الرد ده. اي تقنيه بتفكر فيها هتلاقيها موجوده. تقريبا مفيش ولا واحد زرع عند حضرتك فعلا بامانه الله ده والله يهمني والله، بس ابدا اشتكى. اي تقنيه هزرعها معاك هو في الاخر هاخد نتيجه طبيعيه، بالظبط هاخد اعلى كثافه ممكنه، وانت المسؤول قدامي عن النتيجه. بالظبط. مين اصلا سواء حلو او وحش هيحط على الميديا نتيجه سيئه؟ وحشه. صح بالظبط، صح. فانت هو بيحط لك، بيفلتر لك افضل نتيجه بحيث تجذبك. موضوع الفينسترايد ده انا برفض استخدامه نهائي. انت لو قعدت تجري على المشاية سنه هتوصل لايه؟ مش هتوصل لحاجه، انت انت واقف في عامل مكانك. مشاك. دكتور محمد محمود، اولا بس حابب ابارك لك على المكان الجديد. الله يبارك فيك يا باشمهندس. الف مبروك بجد يعني. بس انا اول ما سمعت اول واكبر مستشفى زراعه شعر متخصصه في مصر، انت اتصلت بيا، انا عملت ايه؟ جبت جيت لي على العده طول. وجيت. الف مبروك مره منورني يا تانية. باشمهندس. ربنا يخليك يا رب. عايز بس اعرف ايه فكره انك تعمل اكبر واول مستشفى متخصصه في زراعه الشعر في مصر؟ بص يا باشمهندس، هو الحمد لله يعني على مدار الفترة اللي فاتت كان توفيق ربنا في العمليات بتاعت زراعة الشعر الطبيعي. الريت بيزيد، والحمد لله احنا بنحاول بقدر الامكان ان نقفل نخليها دايرة مغلقة للعميل، بحيث ان في الاخر ما يخرجش غير بالساتسفاكشن بتاعه، بالرضا بتاعه. وده الحمد لله خلى ان عندنا ويتنج ليست عالية جدا. فكان اتجاهنا في المكان وكإدارة ان احنا نتجه بقى ان نعمل مكان قائم كامل بذاته، بالورك ستيشن بتاعت فريق الدعاية، بالناس اللي بترد على العملاء كلها تبقى من جوه المكان، غرف عمليات اكبر، بحيث ان اي عميل في اي وقت يحب يحجز طالما فحوصاته وكل اجراءاته سليمة يقدر يدخل في اي وقت. اللي هو مفيش ويتنج ليست يعني. الحمد لله. قدرنا نعمل في المكان ده كل اللي احنا كنا بنأمله، وطبعا يرضي العميل. بمعنى ان احنا الحمد لله المكان هنا عبارة عن 3 ادوار، نقدر نتكلم في اكتر من 8 غرف عمليات، ما شاء الله. 4 غرف كشوفات، مكان استراحة كويس جدا خصوصا للناس اللي بتيجي لنا من الخليج وغير الخليج، اللي بيجي لنا مثلا من اوروبا وطبعا وجوه مصر يعني. بس جوه مصر معظمهم بيبقى الموضوع اسهل بالنسبة لهم عن اللي نازل من بره مصر. ليه؟ لان هو مثلا بيبقى نازل اجازه اسبوع او 10 ايام، بيبقى وقته مزنوق، فبيحاول بقدر الامكان ان هو عايز يتفسح ويعمل جلسه الزراعه. فلو الويتنج ليست عالي انت هتلاقيه بقى عنده مشكله ان هو يحجز العمليه او ياخد توقيت للعمليه. فالحمد لله كان من اهدافنا في المكان الجديد ان اي تعطيل او اي حاجه ممكن تؤدي ان عميل ما يعملش جلسة الزراعة او اي حاجة ممكن يكون فيها تأثير سلبي على اي عميل، لا حاولنا بقدر الامكان ان احنا نتغاضى عنه. فالحمد لله يعني زي ما انت شايف المكان يعني مركز في التفاصيل كاملة جدا جدا جدا. حاولنا يكون المكان فيري سمارت. خدت بالي في بره، في فوق شاشة وكل أوضة كل حاجة الاستاتس بتاعتها ايه، في ناس قاعده بره بتتابع، لو في دكتور عايز حد يدخل يجيب حاجه بيدوس على زرار يشوف على الشاشه. لا عجبني جدا. ولا العامل المكان ده شركه هندسيه صح؟ بالظبط. انا قلت كده برضه. بحيث ان في الاخر هو العميل يدخل ويخرج في ان هو ما حسش ان هو عمل حاجه. هو ما حسش باجهاد، ما حسش باي حاجه، هو داخل كانه دي يوز. داخل ال4 وال5 ساعات بتوع جلسه الزراعه خلصتها ماشي، يبقى مبسوط في القعده حتى في المكان، مش حاسس ان هو عايز يخلص ويجري، عايز يجري من المكان ده. وحاولنا برضو بقدر الامكان في المكان ان احنا نجمع ما بين الاتجاه الطبي والاتجاه النفسي، ان العميل ما يحسش ان هو برضو في مستشفى في حاجه، لان في بعض الناس ما بتحبش الجو والشكل العام يكون مستشفى والكلام ده كله، بيحسسوا بضغط شويه. فحاولنا والله يعني كان دي طلباتنا حتى للناس المصممه. هو واضح على الديزاين، يعني واضح على الديزاين ميكس ما بين الجرين وول والخشب بالظبط، بحيث ان هو يبقى مرتاح نفسيا ويخرج بتجربه جميله مرتاح فيها، يقدر من خلالها حتى يرشحنا لاي حد هو مطمئن وهو مرتاح وهو مبسوط يعني. تمام. طبعا تستاهل كل خير. تسلم. وفعلا المكان يليق فعلا بدكتور محمد محمود، الله يكرمك يا رب. طيب عندي سؤال تاني. ناس كتير جدا بتبقى
عايزه تعرف البروسيس بتتم ازاي. انا واحد من دوله بره مصر، عايز اعرف انا عشان اتواصل مع مركز دكتور محمد محمود وعلشان ابدا اقيم حالتي وبعدين ابدا رحله زراعه الشعر، ازاي الموضوع بيتم بقى؟ يعني احكي لنا كده انتوا هنا ازاي بتهندل الكلاينت اللي بيكلمك من بره مصر. بص، هو دايما يا باشمهندس المشكله بتكون في العميل اللي ما يقدرش يجي يكشف. في عميل بيبقى ترتيباته ان انا هاجي على يوم الجلسه، يوم العمليه هاجي على يوم العمليه واعمل العمليه وامشي. ده بالنسبه لنا بيبقى التحدي شويه، صندوق اسود مش عارف بقى ايه الهيستوري. فبيبقى الاتفاق في النقط دي ايه؟ اول حاجه هو لازم يبعت لنا صور واضحه جدا جدا لدرجات الصلع بتاعته، لوشه ومنطقه المنحى والصلع من كل الاتجاهات، بحيث نحاول بقدر الامكان نحدد التفاصيل بتاعه جلسه الزراعه بتاعته، بجانب ان هو يكون عمل برضو التحاليل بحيث ان قبل ما ينزل بحيث ان لما يجي هنا ما يبقاش فيه اي حاجه بتعطلنا عن ان هو يقوم بالاجراء ده. مع طبعا ان احنا بنبلغه بالشامبوهات والحاجات المهمه اللي المفروض يعملها، بحيث ما يجيش مثلا يكون عنده مشكله جلديه، عنده قشره شديده، الكلام اللي تمنع عن اجراء الزراعه. تمام. الناس اللي ما بتقدرش تكمل البروسيس دي كلها ما بيخليناش او يدينا الحق ان احنا برضو نتغاضى عن الحاجات دي، بمعنى ان دايما حتى وفي عملاء كتير اكيد هتشوف اللقاء ده وهيأكدوا على كلام ان العميل اللي بيخش لي حتى يوم العملية بأكد عليه ان انسى خالص ان في اجراء زراعة، اتعامل ان ده كشف عادي برضه. ما تشيلش هم ان انت مثلا جيت او حجزت فتحط نفسك تحت وطأة الاحراج، الكلام ده كله لا. انت برضه لما تيجي المكان بيبقى فيه اتجاه واتجاه معاكس، بمعنى انا بيجي لي العميل بقدر اقول له انا هقدر اعمل لك 1 2 3 بناء على المقومات اللي عندك. تمام. وعن نقيض الناحيه التانية العميل برضو لازم يطمن للطبيب اللي هيعمله العمليه، هو مش رايح يعني ابيع موبايل او حاجه، لا ده حاجه طبيه وفي جسم بني ادم، فبديله كل الاحقيه وبحاول اشيل من عليه اي احراج، ان هو حتى لو حس باي شكل من اشكال عدم الارتياح قول يا دكتور انا عايز اجل العمليه. وفي الجلسه دي بقى او في الكشف ده بطمن ان اي حاجه ممكن تعوق الاجراء مش موجوده، لو موجوده انا اللي باجل العمليه. تمام. طب هو مثلا جاي من سفر او طبعا بيبقى الاول هو ممكن يكون متضايق، يعني لو انا قلت له هاجل العمليه او الكلام ده كله لان هو خلاص سيستم نفسه واجازته والكلام ده كله، بس ده ما يمنعنيش اني اعمل كل حاجه صح. تمام. يعني انت قصدك العامل الوحيد اللي هيخليك تاجل العمليه او تعمل العمليه هو هل البريكويشنز وكل سليمه ولا لا، البريكويست مظبوطه وسليمه ولا لا منع لاي شيء بقى، يعني منع ان العميل نفسه يتعب او العميل نفسه مثلا ما ياخدش نتيجه، لا انت حريص كل الحرص ان انت تاخد نتيجه حلوه. يبقى اعمل 1 2 تشيك ليست كده. خلي بالك برضو ان مهما كان التصوير كويس عمره ما هيكون زي الحقيقه. طيب العميل كلمك دلوقتي بره، اول خطوه يعني ان هو بيصور، ما هو اول خطوه بيصور، يبعت الصور، بناء على الصور وفيديو دي بتتعرض عليها الصور من فريق من فريق الريسبشن او فريق الكول سنتر. تمام. طب يا جماعه احنا بنتكلم ان الحاله دي درجه صلع كذا 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 وهنقدر نزرع من مثلا من العدد كذا لعدد كذا، واحنا كده بقينا نتعدى ال 3000 بصيله في المرحله الواحده. تمام جدا. بنبلغه بالتفاصيل دي كلها وبتطلب التحاليل. لو هو بره مصر بنحاول نخليه يعملها. في بعض الناس احنا هنا طبعا في المكان الاجراء شامل التحاليل. في ناس بتبقى مرتبه ان هي ممكن تيجي مثلا بدري شويه قبل ميعاد جلسه الزراعه بتاعته، يعني مثلا لو جلسه الزراعه بتاعته الساعه 11 هو ممكن يجي لنا هنا 9 ويعمل التحاليل، وعقبال ما التحاليل تطلع ينتظرها. حلو. ببلغ الكول سنتر كل التفاصيل دي لحد ما هو ان شاء الله بينزل، وبعد ما بينزل ويجي بنعمل الاجراءات بتاعه الكشف اللي قلت لك عليها واعرفه انا هعمل له ايه وهو مرتاح ومطمئن للي احنا بنقوله ولا لا. تمام. وبعد كده لو ربنا اراد ولنا نصيب بنطلع نعمل جلسه الزراعه في الدور بتاع جلسات الزراعه فوق. انت كده عامل دور اللي هو الكشف والبلازما والريسبشن، والدور اللي فوق كله العمليات ده هو الاوض بالظبط كتير ما شاء الله. حلو. والدور اللي فوق بقى ميكس ما بين استراحات وغرف عمليات وكده بالظبط.
وشفت في اوضه التصوير يعني ما ده دي تصوير العميل. تصوير العميل كده هتنافسنا بقى دكتور محمد. لا ما اقدرش. لا عجبتني فكره انك تعمل اوضه تصوير علشان العميل يشوف صورته قبل وبعد. وكمان في حاجه بيبقى في عملاء كتير بيبقوا حابين ان اهلهم لو زوج وزوجته اخ واخوه يشاركوا بعض اللحظه دي اللي هو قبل الزراعه لما كان عنده صلع. فعملت اوضه بقى غرفه بحيث ان هو بيحلق، وحتى بيبقى الاوقات دي بتبقى طريفه ما بين العميل وهو شعره بيتحلق وصاحبه او اخوه او زوجته، فاهمني؟ فبتبقى لو حد حابب ياخد شوتس كذكرى ما بينهم وبين بعض يعني. حلو تمام جدا. بعد ما بنخلص الاجراء وطبعا جوه الغرفه بتاعت الاجراء الزراعه ده، يعني دي بتبقى من اكتر الحاجات اللي انا بكون حريص فيها، ودايما باكد عليك ان في يعني اكتر من مئات العملاء اللي اكيد انا اعمل لهم الزراعه هيشوفوا الفيديو ده، واتمنى يعني ان هم يقولوا تجربتهم في الكومنتات. بكون حريص جدا ان العميل ما يكونش حاسس باي ضغط نفسي الم من الزراعه، بحيث ان هو في الغرفه قاعد مستريح، ما يحسش نهائي ان في يعني مثلا دايما بيبقوا جايين قلقانين من شكات البنج. الحمد لله ما بيبقاش فيه عندنا الم في شكات البنج. حلو قوي. العميل برضو خصوصا اللي بيبقى ليهم تجارب او صحابهم ليهم تجارب في مراكز تانية، بيبقى دايما جاي عنده يعني عنده هول جامد من ان في شكه جامده ولسعه من البنج والكلام ده كله، وتلاقيه مرعوب ان هو يقوم بالاجراء. ده الحمد لله مش موجود. بحاول بقدر الامكان حتى في المراحل اللي بيقوم بيها بقيه التيم ان انا كل شويه ادخل للعميل بحيث اطمن ان هو مرتاح وان مفيش اي حاجه هو عايز يطلبها ومحرج يطلبها مثلا. بتدل على العميل يعني. ده اللي بيحصل فعلا والله بجد. يعني انا بقول لك انا نفسي العملاء اللي انا عملت لها زراعه تقول تجربتها حتى عندك انت في الايه في الكومنتات. بعد ما بنخلص ان شاء الله جلسه الزراعه، لو العميل هيشرب حاجه استريح ياخد بريك ويشرب حاجه، لو هو حابب نسكافيه قهوه شاي اي حاجه كده يغير جو الزراعه، ويفضل قاعد منتظر لحد ما ياخد التعليمات بتاعته والادويه بتاعت الاستشفاء بتاعت اول اسبوع. حلو. بعد ما بناخد الادويه ويروح طبعا بيبقى معاه نمرتي انا الشخصيه. حلو. العميل بيتابع معاك انت شخصيا. معاه نمرتي انا الشخصيه، بيتابع معايا بشكل يومي اول اسبوع ده، يعني ده اهم اسبوع. تمام. ليه؟ في بقى ان الورم نزل بالظبط، وهو ما برضو حصلش مشكله في المنطقه. كل الحاجات دي كل الحاجات دي لازم يتابعني بيها بالظبط في اول اسبوع. بعد ما بنخلص اول اسبوع بيجي لي بقى نعمل حاجه اسمها جلسه التقشير، ممكن ناخد فيها جلسه البلازما، او ناخد جلسه البلازما بعديها بكذا يوم لو لسه في احمرار زياده في فروه الراس. لسه مجرب انا الجلسه دلوقتي. دي خفيفه طب ولا تقيله؟ لا زي الفل والله. لا والله زي الفل. انا عارف ان دي كده هتجاملني. لا والله انا بس انا فرحت بعرف لما جيت بقى ما تديني جلسه يا دكتور محمد. لا والله جميل سلامين. الله يكرمك. بعد ما بنخلص جلسه البلازما او بنخلص جلسه التقشير بنبتدي بقى نتفق على البروتوكول العلاجي المناسب لحاله المريض. بناء مش كله زي بعضه، وفي حاجات بنحب نزودها وحاجات بنحب ننقصها لاختلاف العملاء وطبيعه راسهم. يعني في ناس بتبقى عندها حساسيه من حاجات ما، في ناس بتبقى فروه راسها مثلا محتاجه حاجات معينه، افرازات دهنيه زياده، افرازات فروه جافه، شعر جاف، شعر كيرلي. الامور دي كلها بنحب واحنا في خلال بعد جلسه التقشير ابتدي بقى انسقها لكل عميل، وممكن في خلال رحله العلاج والتغذيه اغير حاجات وازود حاجات بناء على التواصل المستمر اللي ما بيني وما بين العملاء سواء جوه مصر او بره مصر. لان طبعا معظم الناس اللي بتبقى جايه لنا من بره مصر ده ما بيقدرش ينزل لي كل شهر مثلا ابص عليه، فهو بيتابعني عن طريق الواتساب، بيبعت صور كل شويه. حلو قوي. طب عندي سؤال بقى. اتفضل. من اكتر الحاجات المعروف بيها دكتور محمد محمود خط الجبهه الطبيعي جدا. تمام. ايه مواصفات خط الجبهه الطبيعي جدا؟ لان هو خط الجبهه ده الناس بتخاف منه ليه؟ هو ده اللي هيبين الفيكنس بتاعت العمليه. لو انا عامل عمليه وشعر كله طالع مش معنى كده ان العمليه نجحت. العمليه نجحت انها تطلعك شكلك طبيعي. بص يا باشمهندس، ايه بقى مواصفات خط الجبهه الطبيعي؟ النقطه دي حتى لسه كان كشف. طبعا انا يعني بيهمني جدا ان يبقى في بيني وما بين العميل صداقه حتى من بدايه الكشف، لاني انا يعني بحب المهنه دي وبحب بالذات التخصص ده، وما بحبش دايما يبقى التعامل بيني وما بين العميل اني انا دكتور اسمع كذا انتهينا، مفيش الكلام ده.
لسه حتى كنت بقول لعميل كان بيتكلم معايا في التفاصيل دي، قلت له انا لو جات لي حاله من اي مركز تاني اعمل لها تعديل، زي ما مثلا بيجي لنا كل مثلا اسبوع من حالتين ل4 حالات تعديل لزراعات في مراكز اخرى مثلا سواء بره مصر او جوه، بقول له انا ما بتضايقش ان الاقي الكثافه قليله، لان وارد ان الكثافه قليله دي ليها عوامل كتير. تمام. يعني انت اول عامل ان ممكن المنحه بتاعت العميل نفسه ما تكونش كافيه ان هي تدي عدد ممكن كده. اصلا الدكتور بيحب يمشي ارقام قليله، ممكن حاجات كتير، ممكن العميل نفسه اثر في العلاج، فدي ليها عوامل كتير قوي مش ممسوكه بالطبيب. انا بقيم الطبيب او المركز عن طريق حاجتين، شكل الاقتطاف من المنطقه المنحه وخط الجبهه، دول ما بيأثرش فيهم العميل. يعني انا عمرك مثلا انا هزرع لك فانت يعني انا مالي، انت اللي رسمت وانت اللي اقتطفت بالظبط. فدي اللي اقيم بيها اي مركز، خط جبهه ومنطقه منحه. منطقه منحه مش متشوهه، خط جبهه طبيعي مش نازل على عضلات الجبهه ولا بيتاثر بتعبيرات الوجه بالحركات اللي فوق الايماءات، متناسق مع المعايير التشريحيه للوش، متناسق مع فنيات الوجه نفسه. خلي بالك لان بيجي لي ناس كتيره بتشتكي مثلا يا دكتور عايز انزل بالخط وعايزه الجبهه صغيره، انا مش عايز احس ان عندي قوره، والكلام اللي كلنا كنا بنسمعه ده. بحاول قدر الامكان افهم العميل ان في فنيات معينه لرسمه وشك كله بعيد كل البعد عن احساسك دايما ان عندك قوره، فكل ما تبص في المرايه ما تركزش غير على قورتك فبقى شايف وشه قوره. طب لا انا ماليش دعوه انت بتبص في المرايه على انا ليا دعوه بالفنيه كامله. وكمان التعريجات، يعني بناء على التشريح او النقطه، بناء على تشريح العضله، المسلز، تشريح العضله بالظبط بتاعت الوش، بناء على الماسكولاين لوك، السبعات الرجوليه بتاعته، ابعاد وشه اصلا. في ناس وشها طويل، ناس وشها مربع، ناس وشها يعني في واحد حتى لو مش هقرب من العضله ممكن ارجع لورا بزياده، يقول يا دكتور انت بترجع ليه لورا زياده؟ اقول له انا لازم اوسع شكل الجبهه شويه لان انت وشك مطول، لما اوسع شكل الجبهه هربع وشك شويه، تناسق بالظبط. لو ضيقت لك الخط قربته جدا من العضله وضيقت السبعات هيخلي وشك مطول اكتر، فهيديك دايما احساس ان وشك طويل. تمام. وهيدي للي قدامك انطباع ان وشك طويل. دي من الامور اللي بتواجهنا يعني. فلازم الحاجات دي اخد بالي منها كويس، لان انا ما اقبلش ان مثلا في دكتور يقول دكتور محمد طلع خط جبهه سيء، نزل في عضله او قافل سبعات او منطقه منحه مشوهه، واحد يعلق على السمعه بقى دكتور محمد، واحد يعلق على كثافه، دي مش فارق معايا. الكثافه مش فارقه معايا لان الكثافه دي انا اقدر اعمل تكثيف. يعني لو انا مثلا جالي عميل اعمل له ردوه والخط كويس والمنطقه المنحه كويسه، بقول له ارجع للمركز بتاعك تاني، ارجع للدكتور تاني، يزود ان بتوين كل شعرتين. اصل هو يعني راجل ماشي بس انت بتطلع خط جبهه طبيعي وكثافه عاليه بالظبط. ما انت يعني ايوه لا انا عارف، انا بس بقول لك عشان بس محدش يبقى فاهم ان الكثافه مش انا مش بتكلم في النقط ان الكثافه هتبقى وحشه، انا بتكلم ان احنا نقيم الطبيب من الحاجات اللي ما فيهاش اي عوامل اخرى بتتدخل فيها. حلو، صح كده، اللي هي تثبت ان هو فاهم شغله اللي هي صنعه ايده بقى، صنعه ايده هو الاقتطاف السليم وخط الجبهه بالظبط. انت بقى بالنسبه للكثافه دي بترجع باتفاق العميل مع الدكتور وتنبيهه على قوه المنطقه المنحه، هل هي كويسه ولا مش كويسه، هل نقدر ناخد منها اعداد ولا لا. يعني في عميل مثلا جالي النهارده بيقول لي يا دكتور انا عايز ازرع 2000 جرافت. ركز معايا بقى، منطقه منحه كويسه، حلو. هو بيقول لي عايز ازرع 2000 جرافت وعايز السبعات واسعه جدا. تمام. انا كل اللي يهمني ان اكسر حده الصلع. فانت لما بتتكلم في نقطه زي دي، لو انا مثلا عملت له كثافه متوسطه، لان هو بيقول لي انا يهمني ان انا مش عايز اخد من المنحه حاجه، انا حتى فكرت ان اعمل بايو فايبر اللي هو الشعر الصناعي عشان ما اثرش على المنحه. فلو انا اتفاقي انا والعميل ان انا هعمل له كثافه متوسطه، فهل اللي بره اول ما يشوف الكثافه المتوسطه ممكن يفتكر ان مثلا ان احنا الدكتور قصرنا شويه؟ قصرنا. هو انا لسه انا وهو ما اتكلمناش في موضوع الكثافه، وده هنأكد عليه يوم العمليه. بس انا بكلمك في نقطه ايه، ان دايما انا كطبيب لما كنظريتي انا كطبيب ماليش دعوه بقى بالعملاء بره. نظريتي انا كطبيب ما بحبش ادخل في فكره الكثافه على قد ما ادخل في فكره الفنيه بتاعه الخط والمنطقه المنحه. الكثافه دي
امتى اقول ان في مشكله في الكثافه؟ ممكن لما اخد هيستوري كامل، تاريخ كامل من العميل. ولازم يكون العميل صادق، ان خلي بالك برضو ان ممكن العميل مثلا يحاول يخبي معلومه كده ولا كده، بحيث ان مثلا يرمي اللوم كله على طبيب. فانا لما يجي لي عميل مش همسك عميل وامسك بقى في زميل الطبيب، اقعد يعني اقول كلام مش كويس عليه وعلى نتيجته وعلى زراعته و لا. طيب حلو. طيب عندي سؤال تاني، ايه التقنيات اللي مركز دكتور محمد محمود بيقدمها؟ انت ايه التقنيه اللي بتتخيل بيها وعايزها؟ حلو الرد ده. اي تقنيه بتفكر فيها تلاقيها موجوده. بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. يعني طبعا السفير كله شغال بيها، الكيو اتش تي تقريبا انت الوحيد في مصر شغال بيها، موجود. الدي اتش اي موجود برضو ما شاء الله. الكيب امبلانتر حلو جدا جدا. تمام، كل اللي بتفكر فيه موجود ما شاء الله. يعني انت فعلا كلمه اول واكبر مستشفى زراعه شعر في مصر، انت إن أنا مش عاملها مكان بس، ليا مكان وتقنيات وكل حاجه. انا عارف كلكم دكاتره، بس انا قصدي يعني يعني بص، هو بيبقى انا مش بجري لوحدي، فاهمني؟ فده صرح، انتوا عايزين تعملوا صرح طبي بالزبط. كبير كاخوات إن شاء مع الله بعض يعني في اقرب وقت نمشي من المكان ده، نجيب مكان اكبر 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 ما شاء الله. تيجي تصور. بس هو برضو طبعا ده دليل على نجاحك، ومفيش حد في الدنيا حقيقي صدقني بيبقى ناجح ويفضل في مكانه. يعني مش موضوع كده والله، يعني انا ما يهمنيش غير بس ان العميل ما يحسش ان انا قصرت معاه، او اني دكتور محمد بيتعامل معاك كبياع وزبون. يعني الموضوع ده تقيل عليا جدا، تقيل على نفسيتي جدا، ان ممكن اي عميل ياخد صورة زي دي. وصدقني يعني بص، احنا بنتعامل مع بعض بقالنا قد ايه سنين. وانت تعرف السوق جدا. ما اعتقدش ان في حد جه اشتكى لك من دكتور محمد ولا دكتور محمد. ما حصلش، لا ولا واحد. شوف احنا نعرف بعض من 4 سنين او 5 سنين، 5 سنين تقريبا، ما فيش ولا واحد زرع عند حضرتك فعلا بامانه الله والله بس ابدا اشتكى. وده اللي يهمني يعني. والله مش اكتر من كده يعني. يهمني ان العميل ما يقولش عارف انت لما كنت بسمع زمان وانا صغير قبل حتى ما اخش كليه الطب، لما حد يشتكي يقول لك ده يعني ده دكتور مش كويس، دكتور مثلا جشع، دكتور مش مديني فرصه اقول مشكلتي، ده دكتور يهمه بس يعني تاجر. في ناس كتير بيقولوا على الدكاتره يعني الموضوع ده تقيل جدا على نفسيتي جدا والله بجد. واتمنى يعني ربنا يثبتني ان افضل محافظ ان انا يهمني بس ان العميل يكون مرضى. ربنا يبارك لك يا رب في عملك، وده منعكس على نجاحك يا رب. وتوسعت من شقه صغيره لما شاء الله سنتر كبير يعني. طب يا دكتور محمد، بالنسبه لتقنيات زراعه الشعر، بما ان عندك كل التقنيات، هل الفرق بين كل تقنيه والتانيه حسب العميل مقدرته الماديه يدفع كام، ولا انت شايف ان التقنيه هي بتتوصف على حسب حاله العميل؟ بص، انا النقطه دي مهمه جدا، لان انا بيجي لي عملاء، خصوصا العملاء اللي بتحب تبحث شويه. فبلاقي عملاء مثلا يجي يقول لي دكتور انا عايز اعمل باقلام تشوي، باقلام دي اتش اي، دكتور انا عايز كيو اتش تي، دكتور انا فاهمني. وهو برضو من عن طريق بحثه، بس عشان مش تخصصه، فهو واخد الصوره، واخد الصوره النهائيه. التقنيه او الطريقه بتاعه الزراعه لكل عميل بتختلف حسب حالته. يعني مثلا لما نيجي نتكلم، لو عايز ادخل اقلام تشوي لدرجه صلع كبيره، مثلا هزرع حوالي 3000 بصيله، عمري ما هزرع 3000 بالاقلام. هو ده هيضره انا كده. مش اللي انا استفدته كميزه من الاقلام خسرته كوقت، انك قعدت البصيلات بره فتره كبيره. لان موضوع الاقلام بياخد وقت. مظبوط. فاحنا ممكن نستفيد بتقنيه الاقلام، ان احنا نزرع بيها البصيلات الكبيره عشان ما يحصلهاش كينكينج، ونزرع بيها الخط الامامي مثلا او المنطقه الاماميه. دي اللي اسمها الهايبرد كيو اتش تي او هايبرد كيو اي، اللي هو انت بتميكس ما بين التقنيات بالظبط. بحيث اخد الميزه بتاع كل جزء في الطرق والتقنيات كلها. في عميل مثلا انا ببقى عارف ان فروه راسه ما تتحملش الكيو اتش تي، ان انا افتح المسام واسيب المسام شويه وبعدين اقتطف والكلام ده كله، فلا انا هعمل لك بالاف يو العاديه. في الاول في الاخر انا مسؤول النتيجه، انا مش ضامن النتيجه بس مسؤول النتيجه. يعني انا مسؤول ان اعمل لك احسن وانسب حاجه ليك. وهتلاقي في عملاء كتير بيبقى جاي لي عايز يعمل اغلى تقنيه، تلاقيني انا اقوم واخده
سكه تانية خالص. فهو يستغرب انا معايا ادفع يعني. لا انا مش موضوع معاك تدفع ولا ما تدفعش، انا موضوع ايه الانسب ليك عشان ما اضركش. عشان انت مثلا طبيعه ثروه راسك ضعيفه قويه، الكلام ده كله بيفرق معانا في النتائج، بيفرق معانا في المده بتاعه الزراعه، في شكل المسام، كل حاجه بتفرق، ودوت اللي بيؤدي في الاخر لنتيجه كويسه ويؤدي في الاخر نتيجه ضعيفه. يعني انا سواء زرعت معاك اف يو اي عاديه، زرعت معاك كيو اتش تي، زرعت معاك اقلام شوي تمام، او الكيب، تمام، اي تقنيه هزرعها معاك هو في الاخر هاخد نتيجه طبيعيه بالظبط، هاخد اعلى كثافه ممكنه، وانت المسؤول قدامي عن النتيجه بالظبط. بس كده تمام، حلو. يعني الموضوع مش موضوع فلوس وخلاص، انا مثلا لا مقتدر على ايه فاعمله يعني. هو خلي بالك الموضوع دايما لو عايزين نلعب في نقطه الفلوس دي، عندنا طرق كتير. يعني في طرق كتيره ان انا لو عايز الموضوع بالنسبه لي مادي، في طرق كتير. بس هي صدقني ده شغلي وده اكل عيشي، بس عادي ممكن يعني اشتغل واكسب وانا يعني بمرض الله، يعني مش صح. لازم يعني مش لازم ايه العميل يبقى داخل حاسس ان المكان ده ما بيصدق، مش هدفه هدف انه مش لازم انه يرضيك، هدفه بس انه ياخد فلوس. بالظبط. طيب عندنا برضو كمان سؤال يا دكتور محمد، هل انت من انصار استخدام المينوكسيديل او الفيناسترايد او الاثنين مع بعض سواء توبيكال او اورال يعني بعد عمليات زراعه الشعر ولا لا، وليه؟ بص حالات كتيره برجح لها المينوكسيديل مع الزراعه، وده يعني انا برجحه جدا، خصوصا عشان بس يعني في نقط كتيره الناس سالت فيها. ليه مثلا المراكز اللي في تركيا مش بيكتبوا خالص، بيكرهوا كرة العاب كلام يعني. كويس، بس الكلام ده هنلاقي رده للعملاء الكتير العرب والمصريين اللي راحوا زرعوا في تركيا ونتائجهم كانت ايه؟ سيئه، ورجعوا لنا مصر، ورجعوا عدلوا عندنا في مصر. في فرق، وده اللي انا لسه كنت بكلمك فيه لما بتسالني على التقنيات. انا تقنيه قلت لك في فرق ما بين فروه الراس، ولازم ناخد بالنا جدا من النقطه دي. فروة الراس بره طبيعة الجو، طبيعة الجينات، طبيعة العيشة، الأكل، الكلام ده كله على مدار السنين غير من طبيعة شعرنا وفروتنا احنا كعرب وكمصريين عن مثلا الأوروبيين والأتراك. مظبوط. ومع ذلك برضو عندهم نتائج كتيرة سيئة. بس هو انت مش هتعرف ان المكان ده نتائجه سيئة او جميلة غير لو انت جوه في الكواليس. صح. يعني كده مثلا لو انا على كونتاكت بالناس اللي زرعت مثلا بالظبط يعني مش كل اللي بيظهر في الميديا هو انا هجيب احسن حالات واحطها يعني. مين اصلا سواء حلو او وحش هيحط على الميديا نتيجه وحشه بالظبط. صح. فانت هو بيحط لك بيفلتر لك افضل نتيجه بحيث تجذبك. صح. فبنشوف ده فين في الناس اللي بتجيلنا في النتائج اللي بتجيلنا. طب ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو ما فرقش ما بين فروه الراس بتاعت الاتراك اللي عنده الاوروبيين وفروه الراس المصريين او العرب دول الافرو هير. بالظبط. فدي مختلفه نهائي جدا. النقطه الثانيه موضوع الفيناسترايد ده انا برفض استخدامه نهائي. اورال او توبيكال ليه؟ حتى لو المضاعفات بتاعته ممكن تبقى 1%. ليه يا جازم؟ ليه الناس مصره تدي برضو موضوع زراعه الشعر اكبر من حجمه، ان هو ممكن يدمر له حاجات تانية اكبر ويضغط نفسيته بحاجات اكبر ويتسحل في علاج حاجات ممكن ما تتعالجش عشان خاطر ان مثلا لو كان في غنى عنه. يعني انا في غنى عنه جدا يا سيدي مثلا دايما بقول للعملاء كده، لو انت الفيناسترايد هينزل لي نتيجتك من مثلا من 100% ل 80%، انا راضي بال80، بس يعني 20% كثافه ولا اجازف بحاجه كبيره. بس هي مدارس يعني في ناس مقتنعه جدا. يعني بص انا من الناس اللي بعد عمليه زراعه الشعر الثانيه بتاعتي استخدمت توبيكال واقتنعت بيه. كلام كويس. وانا مقتنع ان هو بيفرق في النتيجه. لا بيفرق جدا. في نقطه والحمد لله انا فاهم قصدك. انا بتكلم في نقطه معينه. انت بتتكلم على 180. انا ليه اجازف؟ ايوه بتتكلم على 180. خليني 80 وما اجازفش احسن ما ابقى 100 واجازف. صح. دي وجهه نظر. النقطه الثانيه طبعا انت على علم ان بالناس اللي مثلا حصل لها مشكله وساعتها هو هل اتكلم عن الزراعه؟ في ناس ما اتحلتش. هل اتكلم عن الزراعه؟ لا حياته اتدمرت. بص انا عارف لان ناس كتير جدا يعني في ناس بتبعت لي على الواتس تجاربها الشخصيه، بس طبعا بمنتهى الخصوصيه مش هتكلم عنهم. بس والله ان في ناس لما خدت الفيناسترايد اورال
يعني فموي، والله حياتها الجنسيه اتدمرت. ولما راح كشف عن دكاتره الذكوره للاسف في ناس اتعالجت الحمد لله، بس والله العظيم 3 في ناس قال لها للاسف لا رجوع، مش هيتعالج ابدا. فانا عمري ما خدت فينسترايد اورال، ولا عمري هاخده ابدا. بص شعري يقع بس مش عايز. هو ده خلي بالك. لكن عارف توبيكال بقى، معلش قطعتك، توبيكال لا انا شايف جربته والله فرق. بس انا هقول لك على فترات كان فيها شعري. طب هقول لك على حاجه وكنت بستخدم فيه التوبيكال. هقول لك على حاجه، ودايما انا باخد لك مثال من كلامي جوه الكشوفات او جوه العمليه مع العميل، وكلامي معاه اللي هو نفس اللي بيحصل معاه انا بحكيه. حلو، فاهمني؟ لما عميل بيسالني عليه، يعني في عميل مثلا يقول لي دكتور انا باخد فينسترايد وبقسمه زي ما بيسمع من الناس اللي بلوجرز او حد، وجيب قرص وقطعه مش عارف على 4 مرات والكلام اللي بيحصل ده. بقول له انا رافض. انت عايز تمشي عليه تابع مع دكتور ذكور. ماشي تمام. يبقى كل واحد بيدير الجزء المتخصص فيه. ماشي. انا دلوقتي بتكلم في هرمونات، تمام، في الهرمونات الذكوريه، خلاص يبقى اروح للدكتور المختص في النقطه دي، هو يمانج هنا. ما اقولكش استخدم فينسترايد. خلي بالك برضو انت لما تتكلم، يعني انت مثلا بتقول حالتك، لكن انت مثلا لما تتكلم مثلا شهريا انت بتتكلم في نسبه ما بين 30 ل 100 حاله. 30 ل 100 حاله، انت لو واحد في، يعني انت بتتكلم 1%، فاذا كل 100 يطلع لك واحد. على اخر السنه 12 واحد معاك حصل لهم مشكله. فهمتك. دايما حتى ساعتها اللي هيظهر المشكله مش هيظهر ال 99. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، بعيدا عن ان انت تظهر المشكله او ما تظهرش، انت ليه تكون سبب في ان واحد يخسر حاجه زي دي، خصوصا ان انت الدكتور مش هو الدكتور. اوكي، يعني هو انت المسؤول قدامه على الحاله اللي هو وصل لها. انت الدكتور يعني مش معنى ان هو زي ما مثلا بيجي قاعد يقول لك انزلي بالخط. ما هو انت لو نزلت، هو اول كلمه بيقولها ايه؟ يقول لك هو انت سمعت كلامي ليه؟ هو انا الدكتور ولا انت الدكتور؟ انت اللي عارف السبيكس الصح بتاعت صح. طالما خلاص هو لما بيجي لي عميل قاري كويس ومش عارف ايه، ولا انا عايز اخد مينوكسيديل مع فينسترايد مع مش عارف ايه، مفيش مشكله، بس تابع مع دكتور ذكوره وانا مش هكتبه لك في الروشته نهائي. تمام. طب برضه دي نصيحه للناس اللي بتتفرج، ان اي حد عايز ياخد فينسترايد يعني فموي، طبعا لازم يتابع مع دكتور ذكوره. وحتى لو توبيكال حتى لو توبيكال برضه من الحذر والاصح ان برضه يبقى مبلغ دكتور ذكوره ويساله ويطمن من ناحيته. بالظبط. خلاص طبعا دي نصيحه من دكتور محمد، يعني عشان بس ما حدش يعني بلاش نخلي عامل الشعر ياخد حيز كبير من حياتنا. هو واخد حيز على فكره، بس ما يعديش حدوده. عارف ليه هو واخد حيز؟ بس مع شباب كتير بشوفهم في الكشف معدي حدوده بمراحل. اللي هو حياه او موت. هو مش حياه او موت. هو خلي بالك، انا المفروض دايما ما اقولكش كده، انا المفروض اقول لك عكس كده. يعني اقول لك الشعر مهم، ولا ده انت شكلك بينزل 10 سنين واجمل وابيع واسوق لشغل. بس لا، كل حاجه تتحط في مقدورها، بمعنى ان دي حاجه ترفيهيه تجميليه. ترفيهيه تجميليه. يعني هل قبل ارجع ورا 15 سنه قبل ما زراعه الشعر تاخد الحيز ده نهائي، الناس اللي فاتت دي حياتها وقفت؟ لا فتش ولا حاجه. صح. طب هل اللي شعره موجود، يعني هل اللي شعره موجود وبيستشوره، هل كده حياته هيبقى غني؟ فاهم قصدي؟ بس هو دايما زي ما بقول لك، هو الشيطان ساعات دايما بيجي لك للحاجه اللي انت فقدتها نقص، وبيحسسك ان الحاجه دي لو اتحلت عندك بيوريك النقص اكتر بالزبط. من اللي عندك. بص للنص الفاضي اكتر من النص اللي فتلاقي يعني الشباب، خصوصا الشباب في العشرينات، الموضوع بالنسبه له الحقني يا دكتور. انا مش عارف بقى اخطب بقى، ومش عارف اختار البنت اللي بحبها ولا. بالظبط. انا كنت واحد من الناس دي والله، يعني هو ده اللي خلاني ازرع بصراحه. يعني ما هو على فكره انا لما بيجي لي العميل بقول له انا هزرع لك، بس يعني نصيحه مني ما تعملش كده في نفسك، ما تخليش الزراعه هي محور حياتك. صح. وخلي بالك انا ادركت ده بعد الزراعه، وبعرفه برضه بقول له على فكره هتزرع، وبعد ما تزرع ومشكله شعرك هتتحل، هيخلق لك الشيطان مشكله جديده نخس بقى. 6 باكس بقى وعضلات. ولو مش في دي اصل انا لو جبت عربيه هبقى
احسن حد في الدنيا وكده حياتي تتحل. انا لا ولما تجيب العربيه بقى يا سلام بقى وحته بي ام بقى أيوة. لا هتفضل تعلى في نفس الشيء. هتلاقي بالظبط انت هتلاقي كل شويه في نواقص يعني انت هتفضل تجري 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 ورا حاجه ناقصه عندك، تجري ورا حاجه ناقصه. بس انت لو مدي كل حاجه حقها هتحس ان انت مش محتاج تنهج، مش محتاج تجري الجري ده كله. اي حاجه انت محتاجها ربنا موفقك ان انت او ميسرك تعملها في الوقت ده هتعملها. بيفكرني الجري ورا الحاجات دي زي الجري على المشايه. انت لو قعدت تجري على المشايه سنه هتوصل لايه؟ مش هتوصل لحاجه، انت على مشايك، انت واقف في مكانك صح عمال تجري انت واقف في مكانك صح والله ما وصلتش حاجه خالص فعلا. فسبحان الله هو احسن حاجه في الحياه ان الانسان يبقى عايش مستور بالظبط، وعايش كويس وقريب من ربنا وبيبر ابوه وامه. الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو يعني انا مش فاكر الكلام بالظبط، اللي هو اللي من اصبح امنا في سربه قد امتلك الدنيا بما فيها وعنده قوت يومي وصحته كويسه على يوم يعني انت تصحى اليوم ده الحاجات دي عندك خلاص انت حيزت الدنيا له بحذافيرها يعني صح. انت فيها معنى الكلام مش فاكرين النص بالظبط ان انت الدنيا عندك كده خلاص. فبس هو دايما انت عارف ان في وجود السوشيال ميديا، في وجود الناس اللي بتطلع تتباهى بالعربيه، تطلع تتباهى بالشعر، تطلع تتباهى مش عارف ايه، فاحنا حتى بقينا حاسين ان في حاجات لازم نعملها ضروريه عشان نكمل وهي اصلا مش مطالبين ان احنا نعملها. طب يا دكتور محمد، بيعدي عليك طبعا حالات كتير جدا من الناس، ايه مواصفات الحاله اللي انت بترفض تعمل لهم العمليه؟ بص ده يعني سؤال مهم. اول حاجه لو حد عنده مشكله جلديه، يعني لو حد عنده مشكله جلديه ممكن تاثر على النتيجه، ممكن يعني احوله للتخصص بتاع الجلديه يتعالج الاول بعدين نتجه للزراعه. تاني حاجه لو هو عنده مشكله مناعيه، يعني في ناس كتيره لما بتبقى المناعه عندهم زايده ممكن تهاجم بصيلات الشعر. تعرفها ازاي دي؟ من الهيستوري ولا من الهيستوري؟ طبعا لازم اخد تاريخ مرضي كويس ونعمل في الحاجات اللي تهمني بخصوص الاجراء بتاعنا. الحاجات التانية برضو لو المنطقة المنحة ضعيفة، خصوصا درجات الصلع اللي هي 7+. ليه؟ لان معظم 7+، المعظم مش كله، بتلاقي شعره كان ناعم وتقيل. فاحنا دلوقتي لما بنتكلم من 7+، ده معناه ان منطقة منحة ضعيفة جدا جدا او صغيرة جدا جدا، مساحة صلع كبيرة جدا ضخمة، مش عمرها ما تغطي مهما حصل. فالاكسبكتيشن بتاعت العميل بالنقطة دي ساعات ما بيبقاش متقبلها مقارنة بشعره القديم الناعم الحلو. تمام. فأنا بفهمه ده إن أنت مثلا أنت هنا في الليفل ده مش هنعلى نرجع للليفل ده. ممكن نبقى في الليفل ده شادو، يعني هتاخد فيلينج بالظبط، مش هتغطي كل المساحة وكثافة تبقى أقل، وهيبقى فيرتكس والثبات هتبقى واسعة. فبناء على المعايير دي هل أنت قابل ده ولا لأ؟ فاهمني؟ نقطة مهمة جدا. خد بالك في النقط دي لو الطبيب ما وضحش للعميل الاكسبكتيشن بتاعته بشكل كويس، ده ممكن يخلي العميل في الاخر النتيجة انت مطلع نتيجة كويسة جدا بالنسبة للمقومات اللي عنده، بس هو مش مقتنع لان هو كان متخيل حاجة تانية. فلازم تبقى معرفه انا عندي مقومات كذا كذا تقدر توصلني لكذا كذا كذا. موافق على النقطة دي ولا مش موافق؟ مظبوط. ولما توضحها له انت اديته حقه الكامل في النقطة دي ان هو يقبل او ايه او يرفض. صح. الحاجات التانية اللي ممكن نرفضها لو العميل أصر على خط جبهة غير طبيعي شكلا وأبعادا، يعني كل حاجة. ليه؟ لأني دايما بأكد إن لو أنت شايفه طبيعي إن في عمل يقول لي دكتور همديلك على إقرار إن أنا اللي طلبت، أنا اللي عايز كده. أقول له لا، ده بس أنت مديت على إقرار وأنت ما اشتكتش إن أنت زعلان من الخط. هو كل واحد غريب هيشوفك هيلوم مين؟ اللي عمل لك ده بالظبط. فلا انا مش هعمل، مش عايز. دي معظم الحالات اللي ايه اللي بنرفضها. يعني بيبقى ممكن لو في حاجه استثنائيه في النص ولا حاجه انا مش متذكرها، لكن يعني دي بتبقى اهم الحالات اللي دايما بتتكرر علينا، ممكن ايه بشكل يومي او اسبوعي بيبقى فيها حالات رفض. المتابعه بتاعتك عامله ازاي بعد عمليه زراعه الشعر؟ ايه الادويه اللي بتكتبها؟ ايه الجلسات اللي بتوصفها بعد زراعه الشعر عشان تحافظ طبعا ان الشعر يعيش فتره اطول؟ يعني بص، يعني زي ما جاوبنا في اول اللقاء ان بيبقى كل واحد بيبقى ليه بروتوكول الافضل بالنسبه له، في حاجات واحنا ماشيين بنزودها او بنقللها. طب ده بنعرفه ازاي؟ طبعا عن طريق المتابعه، زي ما اتفقنا ان لو عميل بره مصر كده بيتابعني عن طريق الواتس،
ولو عميل جوه مصر بيتابعني عن طريق الاثنين على فكره. يعني هو اللي جوه مصر مش بس بيجي لي العياده، لا هو برضو مجبر ان هو يبعت لي على الواتس بحيث ان انا اكون بتابعه بشكل يعني الروتين ده تبقى انت متاكد ان هو مشي على العلاج ومش على الكلام ده. طبعا لما بيبقى في بعض الناس نمو الشعر ممكن بطيء شويه، الكلام ده كله بنحب نحفز الدنيا بحيث ناخد احسن نتيجه بقى بجلسات البلازما، بجلسات الميزوثيرابي، بجلسات الخلايا الجذعيه. الحاجات دي كلها طبعا بتساعد بشكل دوري ان العميل ياخد احسن نتيجه. بالظبط. خلي بالك النقط دي بتفرق جدا خصوصا في اول 8-9 شهور. ليه؟ لان بيبقى في الفتره دي العميل اللي طبيعه شعره بطيئه تلحق تسرعها، العميل اللي شعره رفيع تقدر تحافظ شويه ان السيكنس بتاع البشره يتخن شويه. الكلام ده كله في خلال الشهور دي بحيث ان انت ما يحصلش معاك نسبه فقد للبصيلات او للشعر. لان انت لو تعديت المده دي ممكن مثلا لو وصلت لنتيجه متوسطه او نتيجه اقل من اللي انت متوقعها ممكن ما تزيدش بعد السنه، لان دي النتيجه النهائيه. مظبوط تمام. فده طبعا هعرفه ازاي الا من خلال المتابعه بشكل دوري مع العميل. حلو جدا. طب يعني نقدر نقول كده ان المتابعه لا تقل اهميه عن العمليه. اكتر المتابعه اهم من العمليه. خلي بالك برضه يعني اللي عامل حسابه ان هو مش هيتابع ما يزرعش. ده حقيقي. خلي بالك برضه نقطه عايز اوصلها لك. بسبب انتشار موضوع الزراعه واختلاف المراكز واختلاف راي كل طبيب في البروتوكول بتاع العلاج بتاعه، ممكن تلاقي مثلا حد زارع عند طبيب وحد زارع عند طبيب تاني. تمام. لو العميل ما لقاش الاهتمام الكافي في المتابعه من الطبيب والمكان اللي زرع فيه، هتلاقيه دايما في حاله قلق من اي تغير خلال تغيرات الزراعه اللي هو تساقط، نمو، تجديد، الكلام ده كله. فبتلاقي العميل بيجري دايما يبحث يشوف حد زرع، طب انت خدت ايه؟ فده مثلا يقول له انا استخدمت كذا، فتلاقيه يقوم مخليه يستخدم زيه، لان هو بيقول لك مش زرع فهستخدم اللي استخدمه. فتلاقي ان ممكن يحصل في الحاجات دي دايما مشاكل. ليه؟ ده جرب حاجه بتاعت عميل تاني ممكن في مكان تاني ليه بروتوكول تاني، امور من دي. فدايما لما تبقى المتابعه بشكل كويس ومقفول بتمنع العميل وبتبقى حريص عليه ان هو ما يتجهش لاي حاجه خارجيه او يمشي مثلا ورا الكلام اللي موجود على السوشيال ميديا او اراء ناس زرعت في اماكن مختلفه، بحيث ان كل واحد يبقى كل حاله ليها العلاج او البروتوكول المناسب ليه. بالظبط. دكتور محمد بنشكرك جدا على البودكاست الجميل دوت، وعايز اقول لك والله ان كل شويه بيجي لي اسئله كتير، ايه رايك ما نعمل بودكاست كل فتره؟ ما خلي بالك انت اللي بتختفي غصب عني. انت اللي بتختفي. ساعات بسافر وباجي ربنا يقويك. انا طبعا مش بلومك والله، انا بهزر معاك. انا ما عنديش مشكله ان اي حد عنده اسئله، وده بلاقيه كتير جدا، اي حد عنده اسئله يحطها عندك في الكومنتات في البودكاست ده. تمام. وهنعمل ان شاء الله كل شهر بودكاست او لقاء. تمام. والاسئله اللي هتتحط في الكومنتات بتاعه البودكاست هتتنقل البودكاست اللي بعده. يعني قصدك البودكاست اللي جاي نفتح نشوف الكومنتات ونجاوب عليه. طب دي بقى فرصه حلوه جدا، اي حد بحيث ان اي حد عنده اي اسئله، عنده اي حاجه، اي سؤال يكتبه في الكومنت تحت في البودكاست ده، وان شاء الله هنحاول كل شهر باذن الله ربنا يقدرنا نجاوب على كل يعني من الحاجات اللي انا نسينا نتكلم فيها وهنأجلها للمره الجايه ان شاء الله، زراعه الشعر الفيميل السيدات. حلو. بدأ يبقى عندنا ناس كتير جدا باختلاف درجات الصلع، باختلاف تصغير الجبهه. طب امتى نمشي علاج، امتى نمشي، تحرقش بقى خلاص. البودكاست الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الفيميل هير ترانسبلانت ان شاء الله المره اللي جايه. ولو في اي اسئله طبعا للرجاله عادي برضو هنجاوبها ان شاء الله. هي اكيد يعني مش هيكون بودكاست للفيميلز بس يعني. خلاص شكرا جدا دكتور محمد، وان شاء الله الشهر الجاي نبقى عندك نعمل بودكاست حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.